عندي مكونات التتبيله بشكل سريع راح اكتبها لكم تحت. حاطم بصل، فلفل بارد، بطاطس، بابريكا، فلفل اسود، ملح، زيت، خل، ليمون، سفن، شطة رنا، زبادي. الدجاج شرحته بالسكينه ودقيتها بالمطرقه. الدجاج صار مستوي. راح احط الليمون والزيت والخل والشطة. شي راح اضيف الخضار. الحين نخلطها كلها بالخلاط. شوفوا كيف هذه شكلها بعد ما خلطتها. نضيف التتبيل على الدجاج. اخر شي نضيف شوية سفن. نتركها يوم كامل بالثلاجة. هنا عندي الدجاج بعد ما تبلتها يوم كامل، حطيتها بالشبك ولعتين الفحم. شوفوا كيف هذا الدجاج بدأ يستوي معايا. بس ودي بالتمور ريحة التتبيلة كيف لذيذة. كذا الدجاج صار جاهز، حطيته في صحن تقديم وزينته بمخلل. شوفوا كيف الحين راح اجرب معاكم الدجاج كيف طرية. اهلا اهلا، مساء الخير. اول شيء طحين التمر، فول سوداني، تمر خلاص او اي تمر عندك، بسكوت مطحون، سمسم. قبل ما نصل مرحلة التقديم خلينا نذوقه قبل. يصير حار والتمر ذايب مرة، شيء لذيذ. لوز مبشور، اهلا اهلا، مساء الخير. حطيت ثوم وزيت زيتون وزبدة ومكعب مرق دجاج، كريمة طبخ منبوك، بهارات، مكرونة رافايلو بالجبنة مسلوقة، واخر شيء جبن موزاريلا منبوك.
خلاص. أقول لك شيء يا صديقي، هذه أول مرة أسوي رافايلو باستا وأول مرة أذوقه، وأعتقد إن شاء الله إني طلعت بنتيجة مرضية. السلام عليكم. مساء الخير. بصل ثوم وفلفل، لحم مفروم، ملح وفلفل اسود وبهارات مشكله، معجون طماطم. حاليا بضيف المكرونه والمويه ونغطي القدر ونخليها تطبخ وبس كذا وتكون جاهزه. وعينك على الصوت. وبعد ما تستوي المكرونه اصبها بصينيه، وبعدين بصب فوقها صلصه البشاميل من بوق، واخر شيء على الوجه جبن موزاريلا من بوق، وكثر جبن يا مدير. وبس كذا وعلى الفرن. وبس كذا. وبالعافية. شيء من جد جنان. مساء الخير. اول شيء بنزل صدور دجاج وبستخدم خلطة البرياني من الوليمة، عبارة عن كشنة وبهارات البرياني كلها موجودة في علبة. وبس كذا خلصنا من خلطة البرياني. حاليا نسوي الرز المشخول او النص مطبوخ. باخذ لي 3 أو 4 اكواب من رز الوليمة ونغسل الرز. وهذا الرز بعد ما غسلته بحط عليه ملح وشوية بهارات ومويه، واخلي الرز يطبخ لمدة 3 إلى 5 دقائق بالكثير. وهذا هو الرز المشخول او النص مطبوخ. حاليا بحطه فوق خلطة البرياني اللي سويتها اول شيء كذا، ونغطي القدر ونخليه على نار هادية. وبس كذا وبالعافية. شيء جنان.